أعلن البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ في العراق ويشير لتهديدات غير عادية. ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق، مؤكدا أنه لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق. وأشار إلى أن هذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لذلك قرر أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق، والذي صدر عام 2003، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات.